السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من الرباط عبر خدمة سكايب ومن استوديوهاتنا في باريس ينضم إلينا دكتور مراد بن عمار المحلل السياسي، ومن استوديوهاتنا في بروكسل ينضم إلينا أبي بشراي بشير ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي. أبدأ معك في البداية سيد أبي، وأبدأ من التطورات الأخيرة ألا وهو إعلان البوليساريو أنه يجند آلاف المتطوعين. هل هذا بمثابة إعلان الحرب وأنه يستعد لتصعيد عسكري مع المغرب؟ لا، بالنسبة لنا يعني هناك رغبة جامحة من طرف الشعب الصحراوي، ونحن مكاتبنا في أوروبا مثلا تستقبل مئات المكالمات يوميا من طرف الأعضاء الجالية الصحراوية والشباب الصحراوي من أجل الالتحاق والالتحام مع شعبه في هذا الظرف المفصلي من تاريخ المقاومة الصحراوية. ولكن دعني أقول لك بأنه منذ أول أمس الجمعة 13 نوفمبر المملكة المغربية دقت يعني آخر مسمار في نعش التسوية الأممية الإفريقية في الصحراء الغربية، لأنه سياسيا كانت اغتالتها من خلال التخلي عن استفتاء تقرير المصير، والآن إجرائيا من خلال خرقها لوقف إطلاق النار وإخراجها لقوات من أجل فتح الثغرة غير الشرعية في القرقرات التي كان يغلقها مجموعة من المدنيين الذين يتظاهرون بشكل سلمي. وبالمناسبة هذه الثغرة تعتبر خرق سافر لوقف إطلاق النار في حد ذاتها، لأنها لم تكن موجودة عشية التوقيع عليه كما يشير إلى ذلك اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الطرفين. وعلى كل حال هذه الثغرة تحولت مع مرور الزمن إلى شريان اقتصادي يتمكن المغرب من خلاله من خلال استغلال ثروات الشعب الصحراوي من تمويل حربه وقمعه للصحراويين. جبهة البوليساريو التي يعني تخوض نضال من أجل تقرير المصير وتحرير الصحراء الغربية تخوضه ضمن إطار قانوني دولي واضح تؤطره القرارات المعروفة لدى المجتمع الدولي، والتي تؤكد بأن الجبهة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وتؤكد بشرعية هذا الكفاح، وتؤكد أيضا على أن المغرب هو قوة احتلال، وبأن المسار لا يمكن أن يتم بهذا دعني أنتقل إلى الدكتور تسويته إلا عن طريق استشارة المالك الأصلي للحق لا وهو نعم. الشعب الصحراوي. على كل يعني صفحة جديدة من كفاح الشعب دعني أنتقل بالنقطة التي تحدثت بها إلى ضيفي يعني دكتور عبد الفتاح النعوم. استمعت إلى ما قال إليه ضيفنا ممثل جبهة البوليساريو، يقول أن المغرب هي التي دقت المسمار الأخير في نعش التسوية ما بين الطرفين. كيف تعقب على هذا الكلام؟ واليوم الطرف المغربي متهم بالتراجع على ما نصت إليه اتفاقية وقف إطلاق النار وحق تقرير المصير والاستفتاء الشعبي التي أوصت بها الأمم المتحدة. أهلا وسهلا بك وبالضيوف الكرام. أولا المغرب لم يقم سوى بعملية سلمية تماما وفي إطار القانون الدولي وفي إطار حماية سيادته القانونية وحماية حدوده وثغوره. بل ما أنقذ وقف إطلاق النار هي جبهة البوليساريو من خلال الزج ببعض ما أسمتهم مدنيين بين قوسين من أجل يعني القيام بهذه المناوشات وهذه الأعمال العدائية في عبر القرقرات. وهذه المنطقة نعرف أنها منطقة عازلة ومنطقة منزوعة السلاح، والمغرب اتفق مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص وبهذا الصدد، فبالتالي المغرب لم يقم بأي عمل عدائي. الجنود المغاربة ذهبوا بدون أسلحة بدون أي عتاد عسكري أو حربي أو أي ما إلى ذلك، وهؤلاء الأشخاص قاموا بحرق الخيم لكي يظهر أن هناك عداء أو هناك عملية عسكرية. كل ما يقوم به الآن البوليساريو هو عملية إعلامية في التواصل الاجتماعي للظهور بأن هناك من خلال ترويج أكاذيب من خلال فيديوهات آتية من الحرب اليمن وما إلى ذلك للقول بأن هناك عملية عسكرية يقوم بها المغرب. المغرب لم يقم سوى بسلوك سلمي سيادي صرف في إطار القانون الدولي لحماية حقوقه التاريخية وما إلى ذلك. ما تحدث عنه الضيف الكريم من أن المسألة تتعلق ب ما اسمه هو كفاح مسلح والعودة إلى فصل جديد وما إلى ذلك. البوليساريو
نعم هي في أضعف دكتور، مراحلها. الصورة تتقطع لديك. نعم، الصورة تتقطع لديك كثيرا. اسمح لنا ربما ريثما تعالج هذه المشكلة التقنية أن نعطي المنبر للسيد يوسف جواد من الجزائر. سيد يوسف، الجزائر كما هو معروف كان قد حمل المغرب بانتهاك وقف إطلاق النار. الآن الجزائر هل سوف يتوقف ردها على هذا الإعلان أم ربما سوف يتطور إلى أمور أخرى في وقت لاحق؟ مساءكم سعيد. بالنسبة للجزائر ربما تبدو الأمور واضحة وجلية من خلال البيان الذي صدر من طرف الخارجية الجزائرية التي تأسفت فيه من هذا الانزلاق في منطقة كركراس. وبالتالي بالنسبة للجزائر دائما كان موقفها ثابت في هذه القضية، وهي العودة إلى المواثيق والمعاهدات الأممية الموقعة في هذه القضية بالذات. وبالتالي ربما نظرة الجزائر للملف لا تريد الجزائر أن تعزل ما يحصل في تلك المنطقة عما تعيشه منطقة الساحل وحتى شمال الإفريقي عموما، أي أن المنطقة لا تحتمل نزاعا آخر مسلح قد لا يحمد عقباه. نعم، ذكرت سيد يوسف المواثيق الأممية، والمشكلة أن كل طرف ينظر إلى هذه المواثيق والمعاهدات من زاوية تختلف عن زاوية الأطراف الأخرى. ربما هناك فهم مطاطي يعني صح التعبير للمواثيق، ولكن نحن اليوم امام وقائع جليه للعيان. هناك خلاف بات قاب قوسين ادنى او ادنى من ان يذكى ويتحول الى سلاح مسلح في المنطقه. الجزائر بالنسبه لها لا تريد اي انزلاق اخر في هذه المنطقه، وبالتالي هي تصر دائما على العوده الى المواثيق الامميه الى حل النزاع تحت غطاء اممي، سواء عن طريق تقرير المصير او حلول أخرى. وبالتالي بالنسبة للجزائر أظن بأن البيان الذي صدر عن الخارجية الجزائرية صباح السبت أو مساء الجمعة عفوا وضح المعالم يعني الكبرى للموقف الجزائري في هذه القضية. يعني دعني أنتقل إلى الدكتور مراد بن عمار. يعني يبدو حتى أن الأمم المتحدة لم تنجح في حل هذا النزاع منذ عشرات السنوات. لماذا برأيك، واكتفت طبعا بإعلان وقف إطلاق النار ما بين الطرفين، لماذا لم تستأنف المحادثات والمفاوضات لحل هذا النزاع منذ سنوات؟ وهل هناك لربما أطراف تستفيد من الوضع القائم والجمود القائم ما بين طرفي النزاع؟ سيدتي، وكأنني اتفقت معك على السؤال، لأنه في الجراحة وفي الطب عندما ييأس الطبيب والفريق الطبي من المريض مباشرة يتركونه معناها حتى ينتهي. والتخلي للأمم المتحدة عن هذه الاتفاقيات وجعلت الأمر بين جماعة الصحراء الغربية والمغرب هو طريقة ليأس واضح وجلي. فأنا أريد أن ألاحظ 3 ملاحظات وحسب المتدخلين، وأريد أن من الصعب جدا أن يتكلم كل شخص بذاتانية وبتصور ضيق. فأعتبر أن لو الصحراء الغربية والمغرب والجزائر وموريتانيا وشمال إفريقيا برمته والمغرب العربي عامة لو وجدوا حل منذ سنوات لهذه الأزمة لكان النفع وكانت المصالح تحققت أكثر من الأزمات. فالصحراء الغربية وأهاليها بماذا انتفعوا إلى هذا اليوم؟ وبالتالي فإذا ما كانت توجد حلول فيجب أن تكون سياسية، والحلول في السياسة يجب التخلي على مسألتين رئيسيتين، وهو الضرب من الوهم التزعم والزعامة للمغرب العربي، والمستوى الثاني النفعية الضيقة. والنتيجة لذلك فكلما طالت الفترة كلما أصبحت 5 كيلومترات الجرجرات الذين تتحدثون عنها 5 كيلومترات أصبحت بلد برمته من التهريب وكل الأعمال المافيوزية. فهنا ما الحلول؟ كلما طالت الفترة كلما خرجت كائنات أخرى لها تصورات لا مدنية، وهنا تكمن الخطورة، لأن الحل السياسي فيما بعد لن يكون له أي طريقة. وأنتم تدركون جيدا أن بارونات التهريب في شمال معناها إفريقيا وفي المغرب العربي تتحكم حتى في نوعية السياسات. نعم،
أتوجه للسيد أبي. سيد أبي، أنت بما أنك في أوروبا وأنت تتابع كيف انتقل التوتر بين أنصار الطرفين إلى دول أوروبية من إنزال أعلام وما إلى ذلك، هل يخشى أن تنتقل الأعمال والاقتتال إلى دول أوروبية، أو ربما تعتبر هذه وسيلة من قبل طرفي الصراع للضغط على الدول الأوروبية التي أيضا لها مواقف داعمة لهذا الطرف أو ذاك؟ يعني على سبيل المثال فرنسا يقال بأنها داعمة للمغرب. لا، بالتأكيد الشعب الصحراوي ومنذ بداية مسيرته الكفاحية يعني كانت تحكمه مبادئ واضحة فيما يخص نظافة أساليب النضال. فحتى يعني نتذكر خلال السبعينات لما كانت بعض الأعمال يعني الإرهابية التي كانت تقوم بها بعض الحركات المحسوبة على الجناح التحرري في أنحاء من العالم كانت تعتبر مشروع. البوليساريو منذ قيامها إلى الآن لم تلجأ إلى هذا النوع من الأعمال، ونضالها كان يجري ضمن الإقليم المعترف به دوليا كإقليم الصحراء الغربية، والذي تقر الأمم المتحدة بأنه إقليم محكوم غير محكوم ذاتيا وبصدد عملية تصفية استعمار. وبالتالي فإن الشعب الصحراوي كما أثبت على ذلك في الماضي، نطمئن الجميع بأن الشعب الصحراوي سيخوض هذه الصفحة الجديدة من نضاله بنفس النظافة وبنفس الرزانة وبنفس الإطار القانوني الذي خاض به كفاحه من أجل تحرير الصحراء الغربية. ويعني هذا أيضا لا يمنع وجود متعاطفين مع أحد الطرفين من هذا أيضا كله لا يمنع من وجود على الأقل متعاطفين مع أحد طرفي النزاع ويضغطون الدول الأوروبية، ورأينا هذا من خلال بطبيعة الحال في النهاية نحن في النهاية يعني نحن لا نتحكم في أعمال فردية معزولة، ولكن ما أقوله بأن المغرب الآن بعد أن زج اتخذ قرار الزج بالمنطقة في هذه المواجهات العسكرية. وبالمناسبة الحرب قد بدأت في الصحراء الغربية منذ أول أمس، وهناك 3 بيانات عسكرية لجبهة البوليساريو الآن تؤكد النقاط التي تم فيها مهاجمة القوات المغربية. المغرب زج بالمنطقة في توني هذه المرحلة الجديدة، وهو الذي يتحمل المسؤولية كاملة. ولكن أيضا الأمم المتحدة التي يعني 30 سنة انتظرنا أن يتم تنظيم استفتاء تقرير المصير ولم تتقدم قيد أنملة في تنفيذ مأموريتها التي اتفقنا عليها مع المغرب. دعني أنقل إليك هذا التساؤل: من الذي يتحمل اليوم مسؤولية الحاصل في هذه الصحراء؟ وهناك من يحمل الأمم المتحدة مسؤولية التقصير في الحفاظ على أمن المنطقة العازلة ما بين الطرفين. والله الذي أضاع يعني كل الفرص ويتحمل مسؤولية كل ما يحدث في الصحراء المغربية هي جبهة البوليساريو ومن خلفها الجزائر. فقد أضاعوا الكثير من الفرص التي كان بالإمكان الآن أن نكون قد وصلنا إلى مكتسب مغاربي واندماج مغاربي كامل، في الوقت الذي هم متشبتون يعني حلم ميؤوس منه هو تأسيس دولة أخرى توجد في أذهانهم فقط. الموضوع في نظري يتعلق بتكرار يعني أسطوانة مشروخة ما زالوا يكررونها مليئة بالمغالطات وبالأساطير من قبل ما يتحدث عنه من مسألة تصفية الاستعمار. المغرب طالب سنة 1963 الأمم المتحدة بتصفية الاستعمار الإسباني. في الصحراء المغربية لم تكن توجد هناك أي دولة. جاء الاستعمار الإسباني والمغرب استعاد حقوقه التاريخية بعد خروج الاستعمار الإسباني، وطالب سنة 1963 الأمم المتحدة بأن تنهي هذا الاستعمار وتصفي هذا الاستعمار. ما يتحدث عنه ضيفك الكريم يوجد في عقل البوليساريو وفي عقل قادة الجزائر، في عقل يعني تركة فقط بوتفليقة. الآن يجب أن ندخل إلى مرحلة جديدة. يجب أن نفهم جيدا أن المسألة أنهم يضعون الآن المنطقة في شمال إفريقيا على برميل بارود من خلال حتى شيء لا يقدرون عليه. يعني البوليساريو الآن هي في أضعف حالاتها العسكرية والتنظيمية. قبل يعني أشهر نشقت حركة صحراويون من أجل السلام وأقامت يعني مؤتمرا في الداخل ومؤتمرا في العيون، وهي حركة من الشباب الذين قد أجاءوا من البوليساريو. من يتحدث عنهم؟ البوليساريو تتحدث عن أنها هي الممثل الشرعي الوحيد للبوليساريو. بأي حق جئتم بهذه التمثيلية في حين أن هناك أبناء عمومتكم أهل الرشيد وبيد الله، هذو أبناء عمومتكم يمثلون سكان الصحراء المغربية في العيون وفي الداخلة وفي سائر مناطق الأقاليم الجنوبية للمغرب، ومن خلال انتخابات شهدت لها الأمم المتحدة بأنها نزيهة وشفافة. هل تنكرون هذا؟ بأي انتخابات أنتم تمثلون الشعب الصحراوي؟ قل لي بأي انتخابات تمثل الشعب الصحراوي؟ إذا كنتم تؤمنون بحق الشعوب في تقرير مصيرها فقد خضع المبدأ لتأويلات حتى في الأمم المتحدة. والآن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعني من بين ما يعنيه الحكم الذاتي الموسع الذي ليس من شأنه أن يحل مشكل الصحراء فقط، بل من شأنه أن يكون ممارسة دولية قانونية من شأنها أن تحل كل الإشكالات الموجودة الآن من ناغورنو كاراباخ إلى إثيوبيا إلى كل مناطق العالم. طيب اسمح لي أن نتوجه
اسمح لي أن أتوجه للسيد يوسف. سيد يوسف، لطالما اتهمت البوليساريو بأنها ليست سوى بيدق بيد الجزائر وعليه، هل يعني بأنه في مرحلة ما يجب أن يكون هناك اتفاق بين المغرب والجزائر ليس مع البوليساريو؟ هذه واحدة. وهل بالإمكان أن ننظر نظرة مستقبلية إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور من توتر بين البلدين؟ وذكرك هنا بالتعديل الدستوري الجزائري الذي يسمح بعمليات جزائرية عسكرية خارج حدود الجزائر. نعم سيدي الفاضل، حتى نضع النقاط على الحروف. اولا الدستور الجزائري لا يتكلم على عمليات عسكريه، بل يتكلم على عمليات حفظ سلام تحت غطاء الاتحاد الافريقي اولا. ثانيا فيما يتعلق بالمستقبل، ما دمنا نحن احياء فاكيد ان هناك امل. قضيه ان الصحراء الغربيه وجبهه البوليساريو بيدق بيد الجزائر، اظن بان هذه المقاربه او هذه خلينا نقول هذه الروايه المغربيه ننتظر منها يعني على الاقل دلائل تثبتها على الواقع. القضيه قضيه بين طرفين تحت غطاء اممي، والجزائر دائما تعيد وتكرر نفس المقاربه ونفس الحلول. الافتراض الحل لا يزال تحت غطاء اممي، وبالتالي اظن بان الرباط لطالما لعب لعبه الوقت، وهذا ما ادى الى هذا الاتفاق، اتفاق توقيف اطلاق النار، الى افراغه من محتواه، وحول بعثه المينورسو من بعثه تشرف على اقامه الاستفتاء الى مجرد شرطي دون صلاحيات في المنطقه. وبالتالي لعبه الوقت من لعبها واجاد لاعبها فهو الرباط. وبالتالي حتى الجزائر اليوم هي لو نعود الى البيانات فلا نجد انها كانت لها موقف حيادي في القضيه، وكل ما تطلبه ان تنهي الجزائر طالما دعمت حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وبالتالي لا ارى حل خارج الحل المغربي الصحراوي تحت غطاء اممي. طيب دكتور مراد، مما لا شك فيه أن العملية المغربية حظيت لربما بردود أفعال وتحالفات عربية من دول عربية، وقبل ذلك فتحت السفارة الإماراتية أو دولة الإمارات سفارة لها في منطقة العيون في هذه الصحراء. هل ممكن أن تتحول هذه الصحراء أو تؤول إلى ما آلت إليه الحال في سوريا وليبيا؟ سيدتي، أنت تدركين جيدا أن هذه المنطقة ثرية وثرية جدا، وحتى توجد بعض الأنباء على وجود حتى خيرات باطنية تصل إلى ثروات بترولية كبيرة. وبالتالي والتداخل الإقليمي هو اليوم هو تداخل نفعي بالأساس، وأنا لا أريد أن تكون الحلول حربية، ولا أريد أن يكون هذا التصور ذاتاني، أنه كل شخص يفكر من مسألة ضيقة. لكن الأهم في هذا كله فالمغرب لها الحق من وجهة نظرها في حماية حدودها، وكذلك يوجد مصالح بين المغرب وموريتانيا، يجب أن توجد اتفاقيات تضمن هذا التعامل الاقتصادي. لكن من جهة أخرى يجب استفتاء في أقرب وقت ممكن حتى ينال كل ذي حق حقه. فإذا ما كانت الأغلبية تريد أن تكون ضمن الجمهورية المغربية فلها ذلك، وإن لم تكن كذلك فلها الحق في كذلك استقلاليتها. ما الذي يقف عائقا أمام حدوث هكذا استفتاء اليوم سيد مراد؟ أقول لك وأعيدها، وهذه هي مشكلة. ثم يوجد مفهوم فرنسي للسيلوبسيزم، الأنانة. توجد تضخم ذات عند هذه الشعوب أقصتها حتى من حركة النهوض العلمي والتكنولوجي. فالمساحات دائما أعيدها وأكررها ليست هي لها القيمة. فالصحراء الغربية حجمها أكثر من بريطانيا، لكن ماذا تستطيع أن تفعله على مدى 30 و40 سنة إلى الأمام إن لم توجد قوة متضامنة ومتفاعلة لتنهض بهذه الشعوب؟ فأنا لا أريد أن توجد حروب، والحروب وهمية. فبالنسبة لي أن العيش الكريم لدى الأفراد، فالبشر أصبحت مهددة. فتوجد العديد من الذين فروا إلى الصحراء من جهة الجزائر، فما ذنب هؤلاء؟ فإن الذين يحركون خطوط اللعبة نسبتهم المئوية لا تتجاوز 5%. طيب اسمح لي. نعم دكتور لم يتبقى الكثير من الوقت. اسمح لي بأن أعطي، ربما سوف يكون هذا سؤال أخير أتوجه به للسيد يوسف، أعود إليه من الجزائر. سيد يوسف،
بالحديث استكمالا لسؤال زميلتي أنسام حول تدخلات إقليمية بينها الإمارات، اليوم حركة مجتمع السلم الجزائرية قالت إنها أينما حلت هذه التدخلات الإقليمية متهمة الإمارات واحدة منها سوف تصبح هناك مشاكل، بمعنى آخر سوف تتحول الصحراء الغربية إلى ما تحولت إليه أمكنة أخرى كسوريا وليبيا وغيرها. نعم أستاذ الفاضل، أكيد لا يمكننا أن نعزل ما نعيشه في المنطقة عما يعيشه العالم. بالنسبة للعودة إلى المثال أو حركة مجتمع السلم، فأكيد أن الحركة هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي مثل هكذا تصريحات هي منتظرة من عند قيادات سياسية لديها انتماء إخواني بين قوسين. ولكن لا يمكن أيضا أن ننكر أن هناك قراءات في الجزائر تؤكد أو تقول بأنه أيضا المغرب تحول إلى بيضة في يد بعض الدول الخارجية للضغط على الجزائر أو لي درعها، خاصة بعد ما رفضت الجزائر كما يعرف بقضية التطبيع مع دولة إسرائيل. وبالتالي وكأنه هناك لعبة ضغط وليل الذراع تلعب هنا في المنطقة.